انا قلبي وربي غضبانين عليكي. انا هحرمك من ميراث، ما تخشيش عليا لا في دفنتي ولا تدفنيني ولا تعملي لي اي حاجه. مش ده اللي بيحصل من بعض الامهات والباباهات لولادهم؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انتوا سمعتوا اللي انا قلته في الاول. اللي انا قلته في الاول ده بيتقال عليه ابتزاز عاطفي. انا وانت يا اب يا اللي بتسمعني ويا ام بنبتز ولادنا. والله بنضغط عليهم عشان يحبونا ويسمعوا كلامنا، لمجرد ان البنت بس ما سمعتش كلام امها بتقول لها انا قلبي وربي غضبان عليك. ايه اللي هيوصل لبنتها؟ هيوصل لها ان امها غضبان عليها، فهتبدا تخاف ان من لازم اسمع كلام امي وارضيها. الجنه والنار دي مش بايدينا، ده بايد الام والاب. ده اعتقادنا اللي اتربينا عليه. لازم اسمع كلام امي وما زعلهاش مني، فهضطر اضغط نفسي حتى لو الحاجه اللي بتقولها مش هينفع ان انا اعملها او انفذها، واضطر ان انا اسمع كلامها. ده اللي بيحصل من كل ام بتضغط على بنتها وتقول لها قلبي وربي غضبانين عليكم. ده مش بر. احنا كده مش بنجبرهم يبرونا، ده احنا بنبتزهم عاطفيا. بنستخدم حته العاطفه او حبهم لينا، او ان هم لو ما حبوناش او ما سمعوش كلامنا هنغضب عليهم. كذلك الاب لو بيقول الولد اي حاجه اعمل لي كذا، او انا عايز الخطوه دي والخطوه دي مش عاجباني، فانا هحرمك من الميراث. لو مت ما تمشيش في دفنتي، لو مت ما تدفنيش، لو مت ما اعرفش ايه. ليه؟ خلي العلاقه ما بيننا وبين ولادنا علاقه بر، مش ابتزاز، مش ضغط نفسي. مش هو كده يعني هو كده، انا الصح وانت الغلط. الطفل اللي قدامي ده بيكبر ويبقى شاب وليه فكر. سيدنا علي بيقول لا زماننا زي زمن ولادنا، ولا احنا نقدر نمشي الزمن بتاعنا على ازمان ولادنا، او العكس. ما تمشيش زمنك بزمن ولادك، انت كان وضع وهو كان وضع. هو حد يقول لي دلوقتي ويعترض معايا ويقول لي زمان ابويا كان بيضربني بالجزمه وكنت اقف قدامه واقول ما اتكلمش، كنت مكبوت. ما كانش الدنيا اتفتحت زي دلوقتي، ما كنتش قادر تتكلم وتقول اللي عندك وتقول كل لا او او تتناقش، او الفكره او الانفتاح او كل اللي موجود ده. ما كانش تقدر تتكلم، كنت مكبوت من جواك بس مش كنتش قادر تتكلم. دلوقتي الجيل اللي احنا فيه ده احنا بنعمل معاه ايه؟ بنمتزه عاطفيا. انا مش مكلماكي، ما خصماكي، ما اعرفكيش، ما تجيش تزوريني، ما تخشيش عليا، ما تعاملنيش، ما تجيبليش، ما توديليش. ده اللي بيحصل من الامهات. خلي بنتك يوم الخميس وهي جايه او جمعه اجازتها، انا رايحه عند امي، اروح اترمي في حضنها، افضفض، ارمي همي كله عندك. مش انا بعيده عن امي اصل هي غضبانه عليا، اصل ما سمعتش كلامها في البيت الفلاني، ما سمعتش كلام جوزي، فاللي بقولك عليه مشيه بنتي اصل انا غضبانه عليك. الاب ان ما اتجوزتش فلانه ديت مش هتدخل بيتي، هحرمك من الميراث، ما اعرفكش، لا انت ابني ولا اعرفك، لا تمشي في جنازتي. بلاش الكلام ده. خلوا ولادكم يبروكوا حبا فيكم. صدقوني، شوفوا هم عايزين ايه وتعاملوا معاهم. ما تجبريش ابنك ولا بنتك على حاجه انت بتختاريها وانت بتعمليها وعايزاها، وهي وجهه نظرها وجهه حاجه تانية، او الولد او هم لهم فكر تاني. ناقشوهم. لان احنا كاولاد بنخاف من الكلمه دي لما بنسمعها من امنا وابونا. قلبي وربي غضبان عليك، انا حرمك من الميراث، ما تدخلش عليا، ما تمشيش في جنازتي، لما اموت ما مش عارفه ما تقفش على قبري. القصه دي كلها بنخاف، فبنضطر نتنازل عن حاجات حتى لو هي غصب عننا عشان ننفذ اللي قدامنا، وبنبقى من جوانا مكسورين وابتزاز عاطفي بس ما نقدرش نقول. مع الناس بعض الناس بتشيل وتبدا تعمل الضغينه دي ما بين الاب والام، ويرجع يقولك انا لا بحب امي ولا بحب ابويا، انا مش قابلاهم، بيضغطوا عليا. كلمه بيضغطوا عليا دي حطوا تحتهم 100 خط. انتوا بتبتزوهم عاطفيا. اوعوا. خلوا ولادكم يبروكم حب. قربوا من ولادكم، بلاش تضغطوا عليهم عاطفيا. لو سمحتوا، ولادنا امانه عندنا، احنا اللي محتاجينهم زي ما هما محتاجيننا. لو سمحتوا خلي بالكم الكلام ده.